بصوا يا جماعة، صليت الفجر، قمت على الموقف ده بعد ما خلصت صلاة الفجر. بيبسي عايز يتجوز، وكوكي مش عايزة او مش مستعدة دلوقتي عامة لان انتوا عارفين ان القطط يعني ليها وقت معين، تقريبا كل 4 اشهر، حاجة زي كده تقريبا يعني. فهي مش عايزة وهو عايز يتجوز، حتى بيروح عند الشباك يقول طب يا ابني يهرب، نفسي ايه تهرب، يعني اعمل زي ابوك على الاقل، يعني اهرب والله انا مسامحة وما تجيش تاني، لو مش عايز تيجي ما تجيش عشان ما شيلش ذنبك. والباب الشقة مفتوح، عشان في ناس بتقول انت بتبقي حابسة القطط وحرام. انا يا جماعة بفتح باب الشقة باستمرار، واللي عايز يمشي مع الف سلامة والله العظيم، ما بحش حد عشان ما اشيلش وزر حد. فهو مش من نوعية اللي هو يعني زي ابوه، ان هو شاطر وكده ومخلص يعني ويقدر يسد في الشارع. لا، هو بيحب يتجوز اللي هنا في البيت بس، ماشي، اللي هي كوكي او كارلا. طبعا لسه كارلا والدة، فمش هينفع الموضوع ده خالص، لسه قدامها بتاع 3 اشهر على الاقل. ده استاذ بسيوني. بص بقى، ست الكل بتاعتي ازاي يا ناس، مالية مركزها والنبي، ربنا يحرسك يا قلبي. هنرجع مرجوعنا تاني لموضوعنا، موضوع بيبسي افندي. والله يعني هو بيخش البلكونة، بيقف على الشباك عايز يمشي، والله يمشي يا جماعة، انا مش ماسكة حد، بس القط اللي بيمشي من عندي ما اقدرش ارجعه تاني عشان ما يجيبليش فيروس من بره. بس هو مش عايز، يعني انا طلعته بره قبل كده، لقيته خايف، يعني مش جريء ولا كده، لا خالص، هو خد على البيت وجو البيت. وبعدين بيبسي هعمل حلقة مخصوصة عنه، لانه هقولكوا عنه مفاجآت كتير، لان هو قط اصلا مش طبيعي. بس احكي عنه في حلقة تانية ان شاء الله، او فيديو تاني. بصوا، هو عينه منها يا عيني، الناس بقى غنوا عينه مني، يلا. حبيت قلبي، هي مش عايزة تتجوز يا بيبسي، معلش، لسه الاوان ما قانش، ولو قال الاوان انا حالفة ما اجوزها خالص، عشان خلفتها العرة صراحة، يعني خلفتها مش ولا بد. ماشي، نفسي اصحى الصبح ما الاقيكش يا عم، يا عم ما تهرب يا عم، يا عم اهرب يا عم، عشان الناس ذنب، الناس بتقول لي بتشيلي وزر وذنب، دخلنا النار كده. يلا الصبح نحل المشكلة دي، عشان انا عايزة انام دلوقتي، الصبح بقى يحلها الحلال ان شاء الله. صباح الخير يا جماعة.